السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي عالم اسراء دي اي واي. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. عارفه انها متاخره شويتين، بس كان عندي مشكله في الانترنت وما قدرتش ان انا اصور معاكم توزيعات العيد، بس ان شاء الله تتعوض في عيد الاضحى وهنعمل افكار احلى واجمل. النهارده جايبه لكم فكره ديكور تجنن جدا من صلصال الفوم، جميله جدا وسهله، تقدروا ان انتوا تحطوها على مكتبكم او في اي مكان تحبوا تزينوه. والفكره دي هي فازات بابلز ترندي من صلصال الفوم، هنعملها في اقل من 5 دقايق. صدقوني سهلة جدا وممكن اي حد ينفذها. شايفين تدرجات الالوان دي عطيالها شكل حلو قوي وكأنها زي الشمعة البابلز كده. حبيت ان انا اشارك معاكم الفكرة النهاردة بحجم اكبر وبكمان الوان مختلفة. مش بس كده، هعمل معاكم كمان الورد الجوري اللي انا عاملاه جوه الفازة ده من صلصال الفوم، فهنعمله سوا مع بعض. وكل الادوات اللي احنا هنحتاجها، صلصال الفوم بيكون عبارة عن 12 لون زي كده متوفر في اي مكتبة، بيكون معاه 3 ادوات تشكيل عشان تساعدنا واحنا بنعمل اي فكرة تطلعها بشكل مميز. وبس كده، ده كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتتأكدوا ان انتوا كمان مفعلين زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار مني بكل فيديو جديد هنزله الفترة اللي جاية. ولايك حلو زيكم وشير كتير لاصحابكم، ويلا بينا نبدأ على الفكرة. واول حاجه جهزت الالوان اللي انا هستخدمها. هعمل معاكم فازتين، الاولى بدرجات الفوشيا والبينك والروز والابيض، بس هعملها بحجم اكبر فهستخدم اللون كله. انا الفازه الصغيره اللي قدامكم دي عملتها بنص حجم العبوه دي اللي انا بطلعها، لكن دي عشان هعملها بحجم اكبر فهطلع كل اللون كده من الباكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طلعت كل الالوان بنفس الطريقه عشان يبقى معايا درجات الفوشيا والبينك والروز والابيض. هبتدي بقى ان انا ارجعهم لورا كده، وهبتدي ان انا استخدم الكره اللي هي الفوشيا دي، وابتدي ان انا اعملها كده على شكل اسطواني بايديا زي ما انتوا شايفين. هنستخدم اداة التشكيل اللي جاية مع صلصال الفوم دي عشان نقطع 9 اجزاء متساوية من صلصال الفوم، بحيث ان هي لما نيجي نعملها كور تبقى كل الكور بنفس الحجم عشان يطلع الشكل متناسق بالشكل ده. بعد ما كونا 9 كرات اللي هما كلهم بنفس الحجم اللي هو المتوسط، نبتدي ان احنا نلزق كل 3 جنب بعض. عملنا الصف الاول 3 والصف التاني 3 والصف التالت 3 بالشكل ده، وبكده نكون كونا معانا القاعدة اللي باللون الفوشيا للفازة بتاعتنا. هنحطها على جنب وهنبتدي نجيب الكرة اللي بعدها اللي باللون البينك، وهنبتدي نعملها برضو اسطوانة ونقطعها لقطع متساوية. بس المرة دي مش هنقطعها ل9 قطع، لا هنقطعها ل8 قطع عشان هنفهم دلوقتي ليه. هنبتدي ان احنا نكور بقى الكور كلها كده بتاعتنا بحيث ان هي كلها بتكون بحجم متساوي. بعد كده رتبت الكرات بالشكل ده. هنا كده معايا 9 كرات، هنشيل الكرة اللي في النص، وده اللي هنعمله في الطبقتين التانيين علشان نعمل معانا تجويف الفازة بتاعتنا. هنحط كده 3 كرات بالشكل ده، وبعد كده هنحط كرة في الجنب ده كده وكرة في الجنب التاني وفي النص فاضية. وبعد كده الصف التالت الاخير ده نحط بقى ال3 كرات بالشكل ده، وبنسويها كده بايدينا بحيث ان الكرات تتوزع على الكرات اللي تحت بالشكل ده كده. سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة اي شرح. هي القاعدة بتكون 9 قطع، وكل الطبقات اللي بتكون فوق منها بتكون 8 قطع بس. جهزت كده الكرات التانية، وهبتدي بقى ان انا احط برضو كده اول صف 3 كور، وبعد كده تاني صف هبتدي ان انا احط كرة هنا وبعد كده كرة من الناحية التانية، وبعد كده هحط ال3 كرات في الصف الاخير بالشكل ده، وهكذا في اللون الابيض. بس كل مرة كده بعد ما بنخلص صف بنسويه كده بايدينا، وببتدي ان انا برضو احط الطبقات بتاعتي بالشكل اللي انتوا متعودين عليه بالشكل ده. 3 قدام و3 في الأخيرة، وفي النص كده كرة في الجنب ده وفي كرة في الجنب التاني. وبكده بتكون معانا الفازة الأولى جاهزة وتدرجات الألوان فيها عاطيلها شكل فخم وأنيق. ودلوقتي هنعمل الفازة التانية بتدرجات الأزرق الغامق والفاتح والبيج والأبيض. اول حاجه بدات بتكوين الكور زي ما عملت في الفازه الفوشيا، وعملت برضو 9 كرات بنفس الحجم في القاعده اللي هي باللون الازرق الغامق، وبعد كده باقي الطبقات ب8 كرات. في الطبقه التانية دي برص كده 3 كرات في الصف الاول وفي الصف الاخير 3 كرات، وكمان في النص كده بحط كره هنا وكره هنا زي ما عملنا في الفازه الاولى بالظبط. وسيبنا كده مساحه صغيره في النص عشان تبقى جاهزه للورود بالشكل ده. وعلشان وقت الفيديو جهزت كده الكرات البيج والابيض بنفس الطريقه كده عشان نرتبها على طول. حطيت كده اول صف 3 كرات بالشكل ده، وكمان عملت في الصف اللي هو في النص ده كرة هنا وكرة تانية هنا في الناحية التانية. بعد كده في الصف التالت هنحط ال3 كرات الباقيين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنستمر في ترتيب الكور بالطريقة دي لحد ما نكون شكل الفازة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كده الطبقة الأخيرة معايا اللون الأبيض، حطينا برضو 3 وبعد كده 2 وبعد كده 3 تانيين، وبكده نكون عملنا الفازة التانية وما خدتش مننا أي وقت. تعالوا بقى نعمل الورود. هنحتاج خلة الأسنان دي عشان نعمل الورد بتاعنا. هنجيب كده خلة الأسنان دي وهنجيب اللون الأخضر والأصفر والبينك علشان نعمل الورد. هجيب كده قطعة باللون الأخضر عشان أعمل الساق بتاع الوردة. هبتدي إن أنا أجيب القطعة دي كده وأعملها زي رول كده، وابتدي إن أنا أدخل فيها خلة السنان بالشكل ده عشان نعمل الساق بتاع الوردة.
هنلف عليها اللون الاخضر كده بحيث يغطيها بالكامل بالشكل ده، وبعد كده هنسويها بقى باي حاجه معانا كده ناعمه عشان نطلع اي زياده من الساق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بقت جاهزه معانا. دلوقتي بقى هنجيب اللون البينك عشان نعمل البتلات بتاعه الورده. طبعا انتوا تقدروا تستخدموا حجم الكرات اللي انتوا عاوزينها، لو عايزين الورده كبيره او الورده صغيره انتوا اللي بتتحكموا في الحجم. هنحضر كده 5 كرات او 6 كرات من اللون البينك زي ما انتوا عايزين، ونبدا نكون الورده. هاخد اول قطعه كده والفها بالشكل ده، وبعدين هلف باقي الدوائر بالشكل ده كده عشان تكون شكل الورده معايا. هنفضل نعمل الدواير دي بنفس الطريقة ونفردها كده بأي أداة معانا لحد ما نبدأ نكون الوردة بالأوراق بتاعتها بالشكل ده. نلف بقى الورق حوالين الوردة بالشكل ده ونفتحها بإيدينا كده من فوق علشان تدي شكل كده الورد الجوري. بجيب القطعة كده الدايرة وافردها وابتدي ان انا احطها، وهكذا بنلف كل الدواير بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. سهلة جدا وبسيطة ومش محتاجة اي شرح. وطبعا انا عملت معاكم الورود دي قبل كده في فيديوهات قبل كده عندي على القناة. كده عملت معايا الوردة، هحطها بقى على الساق اللي احنا عملناها باللون الاخضر دي، وهجيب القطعة الطويلة دي كده وافردها بالشكل ده عشان تديني الورقة الكبيرة اللي بتبقى في الوردة الجوري من بره زي ما انتوا شايفين كده. وبفتحها بايديا كده، وده كده بقى شكل الوردة بعد ما عملتها. بجد سهلة جدا وبسيطة، تقدروا تعملوا الحجم اللي انتوا حابينه. وده كده ورق الشجر سهل جدا برضو، مش محتاج اي افتكاسة. بنجيب كده كرة من اللون الاخضر وابتدي ان احنا نفردها كده باي اداة عندك بالشكل ده. انا معايا الاداة كده دي بفرد بيها، ومن الجنب كده ببتدي ان انا اعمل الحركة دي كده علشان تديني شكل ورقة الشجرة، وبضغطها تاني بالاداة دي لحد ما تعمل معايا شكل ورقة الشجرة كده. وبأي دبوس او بأداة رفيعة عندك، وببتدي ان انا اعمل التفاصيل بتاعة الورقة بتاعة الشجر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هحتاج 4 ورقات من ورق الشجر ده للوردة الجوري الواحدة. وهحط في كل فازة وردة كبيرة بلون مثلا بينك، و3 وردات صغيرين بينك جنبهم بحجم صغير. والتانية برضو هعمل وردة جوري باللون الأصفر واحدة كبيرة، و3 صغيرين من الورد الجوري الأصفر برضو. هتشوفوا دلوقتي معايا. دلوقتي كده بقى بلزق الورق الشجر ده كده، واحدة كده في الجنب هنا وواحدة في الجنب التاني. وده كده بقى شكلها النهائي. هحطها بقى على جنب كده في الفازة دي، وابتدي ان انا اعمل باقي الورود اللي باللون البينك واللي باللون الاصفر بنفس الطريقة اللي انا عملتها معاكم دلوقتي، وهرجع لكم. وبكده اكون عملت مجموعة ورود باحجام مختلفة. عملت كده 4 باللون الاصفر، واحدة كبيرة و3 صغيرين، وعملت كده 3 بينك صغيرين عشان عملت معاكم اللي باللون البينك الكبيرة دي معاكم بالخطوات. يلا بقى نجرب ننسقهم مع بعض عشان نشوف الشكل النهائي. بدأت كده اجيب الفازة اللي باللون البينك ونسقت معاها الوردات اللي باللون البينك بالشكل ده. حطيت الوردة الكبيرة كده في جنب والثلاثة الصغيرين كده جنبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده بقى عندنا ديكور كيوت جدا بيغير شكل اي مكان في ثانية. بجد هتحبوا النتيجة وهتضيف لمسة جميلة لمكتبك او اي ركن في بيتك. ودلوقتي بقى جه وقت الفازة اللي باللون الازرق دي، هننسق معاها الورود اللي باللون الاصفر. حطيت الوردة الكبيرة دي في جنب والثلاثة الصغيرين كده جنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكلها تحفة قوي وكيوت. قولولي برضو رأيكم في الكومنتات وايه اكتر شكل عجبكم. ودلوقتي بقى اخر خطوة هنضيف الملصقات اللي لونها ابيض على الفازات، وده اللي هيكمل الشكل كأنها جاية جاهزة من اي محل ديكورات. هنجيب بقى فوم باللون الابيض وهنقسمه بالشكل ده. اول جزء هكوره كده وهبتدي ان انا افرده كده باي حاجة معايا. ولو انتوا وصلتي معايا للدقيقة دي يا ريت ما تنسيش تعملي لايك حلو زيك عشان تشجعني اعمل لكم فيديوهات احلى واجمل الفترة اللي جاية. وبالقطاعة دي كده هبتدي ان انا اقطع الشكل بالطريقة دي علشان يديني شكل الرسمة اللي عاملة زي الوردة دي كده. وهبتدي ان انا الزقها على الفازة بالشكل ده. لزقتها على الفازة اللي باللون الازرق ده، وبدأت التشكيل دي عملت نقط كده حوالين الدايرة بتاعة الوردة دي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. منها تثبت الشكل اكتر ومنها كمان تدي شكل كده. اي قلم ماركر في الماستر او حتى حبر او اي حاجة عندكم موجودة مش شرط اللي انا بعملها، وتكتبوا جواها اي كلمة انتوا تحبوها. انا عملت كده بالقلم الفلوماستر ده كلمة لاف بالشكل ده كده. تقدروا بقى تكتبوا الكلمة اللي انتوا حابينها الخاصة بيكم. وتحت الكلمة كده عملت قلب باللون الأزرق كده بما ان الفازة لونها أزرق. بجد اديت لها شكل حلو قوي وشكلها كيوت. ودلوقتي جبت قطعة فوم باللون الأبيض للفازة التانية اللي باللون البينك، وهبتدي ان انا اعملها شكل مختلف. عملتها كده شكل دايرة، وبعد كده قلت اما اشدها من الجنب كده عشان تدي شكل بيضاوي شوية. وهبتدي ان انا احطها كده على الفازة نفسها. وبأداة التشكيل كده برضو حبيت ان انا اعمل كده زي دواير كده حوالين الشكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا تعملوا بقى اي حاجة انتوا حابينها يعني مش شرط اللي بعمله. وهكتب بقى جواها كده بالقلم الحبر ده عشان لو انتوا مش عندكم الوان فلوماستر تقدروا تعملوها بالقلم ده. وكتبت كده اي كلمة ممكن تكتبوا اسمكم وتكتبوا اي حاجة انتوا حابينها. انا كتبت عليها كده كلمة فور يو. وكمان عملت كده جنبها ايموشن كده بيضحك، فشكلها حلو بصراحة. وبرده حلوة قوي لو انتوا حابين تكتبوا عليها اي اسم لاي حد انتوا بتحبوه وتقدموها له كهدية. بجد حلوة قوي وكمان شكلها شيك ومبهج، وفي نفس الوقت ما خدتش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة.
وده كده شكلها النهائي. سبتها لمدة يوم كامل ان هي تنشف تماما، بجد مش هتاخد منكم اي وقت ولا اي مجهود، وفي اقل من 5 دقايق هتكوني عملتي احلى ديكور. ما كنتش اتوقع ان انا اعمل الابداع ده كله من صلصال الفوم. بجد هعمل معاكم افكار حلوة جدا الفترة اللي جاية، بس يا ريت تشجعوني بلايكات كتير كده علشان اتحمس ان انا اعمل لكم افكار وابداعات اجمل واحلى من كده بكتير. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر شكل عجبكم، وايه اكتر تدرجات الوان عجبكم في ال3 فازات اللي انا عملتهم دول. ولو انت لسه جديده على القناه ولسه ما شفتيش الابداعات اللي انا عملتها على قناه عالم اسراء DIY، يا ريت تدخلي حالا بعد الفيديو ده وتتفرجي على الابداعات اللي عملتها وتشاركيني رايك في اي حاجه انا عملتها وعجبتك. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفازات البابلز الترند اللي انا عملتها معاكم النهارده كانت سهله وجميله، وتقدروا ان انتوا تجربوها وتعملوها بنفسكم. بجد حلوه قوي، لازم تجربوها، وباقل من 50 جنيه هنعمل احلى ديكور. وبس كده، اتمنى الفكره تكون عجبتكم، ولو حبيتوها جربوها بنفسكم وقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك حلو زيكم لو انتوا لسه لحد دلوقتي بتتفرجوا على الفيديو وما حطيتوش اللايك. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه، واستنوني في فيديوهات تانية بافكار احلى واجمل. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. ولو حابين افكار عن اي حاجه انتوا حابينها ان انا اعملها لكم في الفيديوهات اللي جايه، اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات وانا هنفذها لكم باذن الله. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا، سلام.